مرحبا ويا رب تكونون دائما بخير. حلا اليوم مميز كثير، هو ليالي لبنان بالبقلاوة. يعني طريقة جديدة حتى نقدم البقلاوة بطريقة مختلفة عن اللي متعودين عنها، وبنفس الوقت ليالي لبنان همين تكون مختلفة عن الطريقة المتعودين عليها. وبما إنه العيد على الأبواب فلازم نجرب حلويات جديدة. أول شي لازم نستخدم قالب التشيز كيك، هو أضمن من أي قالب ثاني لأنه ينفتح من الجهات وتقدر تطلع عندنا ليالي لبنان بسهولة. ولازم نبطنه بورقة من الزبدة، هكذا يكون أضمن وأأمن إلنا بما أنه قالب التشيز كيك عندي هو مو جديد. وأقص الزيادات لأنه هي ما تفيدني. عجينة البقلاوة أستخدمها تكون جاهزة، أسهل علي بالشغل. أنا دائما أستخدم هذه النوعية، بس هالمرة اللي صار إنه العجينة كانت مو جديدة بس مو إكسباير، يعني كان إصدارها مو جديد بحيث كانت ناشفة العجينة عندي. بس مع هذا بهذه الطريقة، لطريقة البقلاوة بالليالي لبنان، فادتني. بس لو كانت عندي بقلاوة بالصينية والعجينة ناشفة، لا ما راح تفيدني نهائياً. ذوبت معلقتين من الزبدة مع معلقة طعام من الزيت، وراح أدهن بيها البقلاوة. تقدرون أنتم تخلوها كلها زبدة أو كلها زيت. وبطريقة سهلة أصفت كل أوراق البقلاوة بقالب التشيز كيك، أحاول أرتبهم وأدهن بين كل طبقة وطبقة الزبدة والزيت. وأكو ملاحظة مهمة، إنه لما نشوف فراغ بالقالب نخلي الطبقة الثانية على الفراغ، وهكذا. استخدمت تقريباً 20 إلى 22 قطعة من أوراق البقلاوة. وبسكين حاد راح أقطع كل حافات البقلاوة الزيادة اللي ما أحتاجها، حافات العجينة، وراح أرميها. بس تبقى عندي الطبقة اللي داخل قالب التشيز كيك. وأرجع أدهن الحافات اللي قصيتوها، حتى أتأكد إنه كل الطبقات أخذت زيت وزبدة. أكو ملاحظة مهمة كثير، إذا ما تريدون البطن يرتفع خلوا ورق زبدة وضيفوا فوق ورق الزبدة حمص أو فاصوليا، لأن هذا الداخل البطن كله راح يرتفع وقت الشوي. أنا أحتاجه وقت الشوي يكون شكله حلو، أكسره وأبقينه بمكانه. بس إذا أنتم ما تحبون تقدرون تحطون ورق زبدة وتضيفون علينه الحمص كنوع من الثقل. بعد ما طلعت من الفرن أخذت معاي 15 دقيقة على درجة حرارة 180. البطن عندي ارتفع وصار عالي. أنا أكسره بهاي الطريقة، مثل ما قلت لكم إذا ما تحبون خلوا ثقل، بس أنا بقيتونه حتى يعطي ثخن للبقلاوة من تحت. بعد هذا راح أصب عليها الشيرة على الحافات ومن الوسط. الشيرة أو القطر عبارة عن كوبين من السكر مع كوب واحد من الماء. وبعد ما يغلون على النار أضيف عصرة ربع ليمونة وأخليهم يغلون شوية زيادة، تقريباً 5 دقائق، وانتظرها تبرد وأستخدمها على الحلويات تكون باردة. استخدمت كوب من الفستق، طحنتونه وسط، لا خشن ولا ناعم. وضفت تقريباً معلقتين من الشيرة، تقدرون أنتم تعملوها 3 ملاعق إذا حابين. إضافة الشيرة حتى تخلي الفستق يتماسك مع بعض. وأخلي الفستق على البقلاوة، بس أهم شي تكون طبقات البقلاوة باردة تماماً. أفرش الفستق على البقلاوة بحيث ما أعطي ولا فراغ، إنه لما نقص الطبقات تكون كل القطع بها فستق. طبقة البقلاوة خلصت وراح نبلش بليالي لبنان. المقادير مكتوبة أمامكم، تقدرون تاخذوا له سكرين وراح أذكرها أثناء الفيديو. إذا تريدون تتأكدون أكثر من تماسك ليالي لبنان معاكم، ضيفوا معلقتين من النشا فوق المكونات. استخدمت لتر من الحليب، ما يقارب 4 أكواب، مع 4 ملاعق من السميد الأبيض الناعم، و4 ملاعق من الحليب الباودر، و4 ملاعق من السكر.
أحركهم مع بعض على البارد إلى أن يتجانسون وليكون عندي تكتلات. بعدين أرفعهم على نار متوسطة، وهم أبقى أحرك بالمكونات حتى لا يتكتل عندي السميد. بعد ما الخليط يصل لهذه المرحلة يعني بلش يثخن، راح أنصي النار وأبقى أحرك بيهم والنار ناصي. راح تشوفون أنه هي تبلش تثخن أكثر وأكثر. أضيف معلقة من المستكة وأحركها بعد ما أشيلها من على النار. وضفت معلقتين من ماء الزهر. ماء الزهر هو دائماً يخلي الحلويات العربية مميزة. خلطة ليالي لبنان هي وحارة نضيفها مباشرة على البقلاوة، بس حاولوا أنه تفرشوها بطريقة صحيحة حتى لا يكون أكو فراغات ولا يكون أكو مكان عالي ومكان ناصي. راح أدخلها للثلاجة ساعتين أقل شيء، وبعدين أخلي الكريمة. أما الطبقة الأخيرة فهي القشطة. أنا استخدمت من كريمة الخفق اللي هي الوايبنج كريم اللي تكون دهينة 35%، واستخدمت كريمة بوك وشوية من الفانيلا. أنتم تقدرون إذا ما تريدون هاي المكونات كلها، بس مجرد قشطة بوك تفرغوها على السطح مباشرة بعد ما تبرد يكون كلش كافي. استخدمت كوب معياري كامل من الوايبنج كريم، يعني 250 مل، وعلبة كاملة من قشطة بوك، ومعلقة استكان من الفانيلا، وخفقتوهم بالمضرب الكهربائي تقريباً 8 دقائق إلى أن صار القوام ثقيل. بعد ما تماسكت عندي طلعتوها من الثلاجة وخليت عليها شوية من الكريمة. إذا تحبون تتركوها بهذا الشكل أو ترشون فستق على الوجه أو تحبون تزينوها بنفس الكريمة، أنتم أحرار، بس أنا حبيت أعطي شوية يعني هكذا تزيين للشكل. فخليتوا الكريمة اللي بقت عندي بالكيس الحلواني، وحبيت أتفنن شوية أكثر بنفس الكريمة. خليته شوية من اللون الأخضر ورسمتوا هذه الخطوط، وبعودة الشواء شوية يمين ويسار عدلت الخطوط حتى يطلع الشكل مرتب. وخليت شوية من الفستق على الحافات. طبعاً التزيين هو اختياري بالشكل اللي أنتم تحبونه وبالطريقة اللي أنتم تريدوها. بهذا الوقت تقدرون تقصوها وتاكلوها، بس بالنسبة إلي أنا رجعتوها للثلاجة، كنت أنتظر ضيوف، ومن وصلوا طلعتوها من الثلاجة وفكيت القالب عنها وحولتوها بصحن التقديم. وراح أحكي لكم شغلة، أنا عملت ليالي لبنان بالبقلاوة لعيد زواج والدي ووالدتي. بدل ما أعمل كيك اعتيادي لأن ملينا من الكيك، فحبيت أعمل ليالي لبنان بهذه الطريقة على شكل كيكة من باب التغيير وحتى يكون شيء مميز. فيعني إذا تحبون فد يوم تغيرون وما تعملون كيك لأعياد ميلادكم، تقدرون تعملون ليالي لبنان بالبقلاوة بهذا الشكل، تستفادون منه كنوع من التغيير وككيكة. طبعاً شفتم القوام شلون كلش مميز ومتماسك وكريمي بنفس الوقت. وصلتوا إلى نهاية فيديو اليوم، أتمنى يكون عجبكم كثير، وأشوفكم بالفيديوهات الجاية، ومع السلامة.